عايز يكسب. كان اشاره اهو. جلاد الشار السلوفيني ده الصفقه الجديده. مرموش بتاعنا. بس مش لاقيين هالاند. الله يخرب بيوتكم. لسه جايبينه امبارح. يا جدعان حرام عليكم تطلع من 4 لعيبه وتطلع. ارمي انا متضايق يا ابن عبيطه. بص يعني بص. بيلعبوا الضباع. حلوه انت مين ولا الدبيسه. بص العب يا استر يا رب استر يا رب. العب انا جول. يا كوره قتله. معلش كوره قتله. تتعور يا رب يا رب. لا ما تشوفوا لا ما تشوفوا عادل يا كريم. في بداية 10 دقايق كانوا جامدين يعني. بعد كده بدأ بيراميدز واحدة واحدة يخش في الماتش. يا رب دخلها في نفسه. يا نهار اسود. لعبت الكرة حلو، الموال من اوله حلو لصالح نادي بيراميدز، طلعوا بالكرة من تحت لفوق. عايز تتعلم تطلع بالكرة من تحت لفوق ازاي؟ اتفرج على الكرة دي، اتفرج على التمريرات، اتفرج على الثقة. كلودي توريه يلعب التمريرة البينية رائعة. هي دي لمحمد حمدي. بص الاستلام نص الكون، والعرضية النص الثاني، لان رامي ربيعة حطها في المرمى بالخطأ. اتلعبت حلوه قوي من كلودي توريه. ادي الاستلام نص الكون، بص العرضيه اتلعبت، لو عدت من رامي تلاقي فيستون مايلي كان لازم يحط فيها رجله، لكن كان لازم يطلعها بره الملعب تروح بالخطا على يمين الشناوي. وهدف اول في القمه المصريه. ما كانش تقول هدف اول في لقاء بعيد عنه ما هو لو راحت برضه التاني كان هيحطها. فرع الجن كان بادئ كويس واستعباط ولاعيبه انانيه. الشحات جات له واحده لما يبظيها شاطها اي حاجه وشوط خلاص. اصل انا عديت ولفيت بين 1 و2. انا في منتهى الاستهتار صراحه. جمهور الاهلي بيولع الكشافات في الدقيقه 20 احتراما لشهداء نادي الزمالك. ال 20 شهيد حاجه كويسه محترمه. جمهور الاهلي كالعاده. جمهور الزمالك برضه بيعملها في الدقيقه 74 صراحه. الشهداء يعني الحادث اللي حصل في جمهور الزمالك والحادث اللي حصل لجمهور الاهلي بعد الماتش. انا احكي لك بعد الماتش. نوصف لك اللي دار دي حاجات المفروض ما تعرفها. كولر بادئ بثلاثه نص ملعب سيلف يعني مروان وندفد واكرم. 3 نص ملعب سيلف. طب وبعدين؟ يعني 3 نص ملعب سيلف يخش فيك جول. طب وبعدين؟ يلحقها شحات ابو سيده. جدع شحات. ما بيلعبوا مهاجم. بيلعبوا امام راس حربه. لو نزلوا تحت الشويه نزل ورا جراديشار الجديد ده هنعمل شغل عالي. الولد جراديشار ده انا حاسه. بعدين جراديشار بيلعب على المساحات والمفروض نلعب من الاول احنا بيه. ايوه بيقربوا لبعض اهو. عدوا انفراد تقريبا. لو بصها شكرا. يعني اقسم بالله العظيم لو بصها شكرا. لا هم فورمه عننا. ممكن تخش الشناوي. بص شوف محمد هاني عمل ايه في اللقطه وهي بتتعاد. عمل ايه؟ غطى هناك. محمد هاني. ايوه لا محمد هاني لو اتباظت كان انفراد. لا بيلعبوا اسرع وعامل لي 3 مدافعين في نص الملعب وبيلعبوا اسرع. ولا العش ده فيه بركه في حاجه لله. يا عم بتلعبها ازاي؟ ما انت قدامك فاضي على البيتين اللي علمكم كوره يا اخي. ده انتوا فظاع. لكن محمد حمدي المتألق من الحلقات كرة يعمل كده ويخش ناحية الجول. لا بيزقها لورا. جدع. عايز يرجع تاني لكن ياسر وربيعة. واحد جاب جول في نفسه وواحد بيبيع نفسه. والثالث لكن كويس مروان قطعها. والله بقى عدى منه في الاول. بص ياسر داخل خلاص. اللقطة اللي فاتت ما يترقصش مروان مرتين ويطلع كرة رمي التماس لصالح نادي بيراميدز. رجع تاني مروان. بص رقص جابها الله ينور مروان بامانه. بس مش ينفع نلعب كده. يعني احنا بنلعب بشكل دفاع يعني اكتر ميلان للدفاع. راس حربه بتاعك امام عاشور ما ينفعش. هو الغلطه بتاعت الاهلي دي اللي غلطها الاسماعيلي زمان. باع اللعيبه كلها الاسماعيلي. وقف يعني باع احمد فتحي والسيد معوض وبركات صح. باع لعيبه ياما. ايوه لا بقى كله. ايوه بعد كده مش لاقي لعيب. وقف.
بص هم بيضغطوا ازاي بس يا بيراميدز، بيحركوا جامد، بيحركوا جامد، بيلعبوا جامد قوي. وبيني وبينك الواحد اتبسط لما بيراميدز ياخد الدوري الصراحه. ليه؟ تحس ان في منافسه بين الاهلي والزمالك، خلاص زهقنا من الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك. الدوري الانجليزي لحد اخر اسبوعين ثلاثه ما تعرفش مين اللي ياخد الدوري ومين مش عارف ايه، الا لو مثلا فرق نقط. ماشي، ما في برضه دوريات كبيره وجامده يبقى في فرقه وحشه، لكن هو الاهلي وقع في مشكله وهم بيراميدز محافظ على لعيبته ومعاه دولارات بيتجمل بره. احنا عندنا مشكله خد بالك، مالناش دعوه، طول عمركم اساسا بتسرقوا لعيبه من الانديه، طول عمركم. احنا اللعيبه الاهلي والزمالك والفرقه اللي بياخدوا بتاخد الاتحاد وياخدوا من الاسماعيلي. واحنا اللعيبه دي مولودين في الاسماعيليه، ودوها. بركات وفتحي وكل ده الاهلاويه، ده سوق. دوقوا بقى اللي احنا قدامنا. مفيش مشكله احنا بس ده مش وقت عادل ده يا مجدي، لان انا محروم من الفلوس، انا محروم من الدولارات، معلش انا والله انا محروم من الدولارات، محروم ان انا اعرف اجيب لعيبه. بتشتروا لعيبه غصب عن الاداره ليه؟ أي معاكم إدارة؟ فلوس. فين؟ انتوا كنتوا بتشتروا لعيبه معاكم فلوس. هو الاسماعيلي واول كلمه تقولوا لا بفلوسنا. لا مش بس الفلوس دي جات لك كنادي اسماعيلي، جبت مكانهم مكان اللعيبه. مجدي اسماعيلاوي، ابن عمتنا اسماعيلاوي، بس هو بيحب الاهلي عن الزمالك، مش الاسماعيلاوي اللي بيحب الزمالك الاول، لا هو بيحن للاهلي عشان خاله، يعني عشان خاله بيحن للاهلي بعد الاسماعيلي، بس هو اسماعيلاوي سر. انت الفلوس اللي جات لك في اللعيبه دي كلها عملت بيها كان في ايه؟ ديون يا عم. انا مالي بقى، انا بقى اداراتي بتسلم من غير ديون، بتسلمنا نضيف. ده واحد. النقطه الثانيه، الاهلي اشترى اللعيبه من الاسماعيلي مباشره. انتوا مش بعتوا لعيبه؟ فين فلوسها؟ فين؟ اللي انتوا بعتوها دخلت في ميزانيه الدوله. احنا بنصرف على مصر وبنضحي من اجل الوطن، ممنوع تطلع $100 تصرفها لحد. عندنا مشاكل فنيه نعمل ايه؟ لكن ايام الاسماعيلي ما كانش فيه ازمه دولار، معلش. الفلوس اللي جات لكم وبعدين كله اللي وديتوه اتحاد جده ودوه الزمالك، الاهلي جاب اللعيبه من فرق ثانيه، اما انتوا بتبعدوها الاهلي بيعرف يجيبها. يلا لا العب يا هاني. بيراميدز ده لو عنده جماهير الزمالك كنت ليه ما جماهير الزمالك بتشجعه من البيوت. لا بالبيوت. لو معاه جماهير زي جماهير الزمالك دي والله بيراميدز ده يعمل مصيبه. ده من غير ايوه عنده جمهور جماهير طبعا حاجه هتفرق، بس هو الصرف المفتوح ده عمال على بطال. الصرف ده هل قدامه ربح؟ بيراميدز بيكسب زي ما يعني الاهلي فلوسه كلها مكسبه بمشاركات في بطولات عالميه، من بطولات من بيراميدز. الصرف ده بناء على ايه؟ اللعب النظيف ما يسمحش باللي بيراميدز بتعمله. على الرغم من ذلك احنا بننافسه، مفيش مشكله، اصرف يا عم، يبقى في فرقه بتصرف قدامك. واخد مكان الزمالك، هو بقاله 3 سنين بياخد تاني. ما هو بقول لك الزمالك عايز يبيع، والزمالك بيودي نفسه في داهيه ليه؟ بسبب برضه بيصرف على لعيبه وبالنسبه له عنده اللعب اهم. في مشاكل في يكون في عندك يا راجل يا راجل مين ده اللي شاط؟ اكرم ابوس ايدك. يعني فرقه زي نادي الاتحاد دوت عنده جمهور صح؟ لو حد صرف عليه زي بيراميدز والله الاتحاد يعمل مصايب وجماهيره تعمل مصايب في البلد. ايوه وتحضر جماهير الاتحاد بكره ما بتحضرش بسبب ان الفرقه ساعات بتبقى واقعه في حاله من الخنقه، لكن لو لقوا نفسهم في منافسه الناس هتحضر. الاسماعيلي لو اتصرف عليه نفس الحكايه، لكن المشكله ما حدش بيصرف على الحاجات دي بسبب الادارات بتاعتها. الاداره نفسها حتى لو جبت اداره عثمان احمد عثمان اللي هي كانت اداره غنيه ما بتصرفش، ما بيحصلش صرف، في الاخر بيشوف مصلحته فين. استر يا رب، استر يا رب، يلا يا رجاله يا رب، استر يا رب. بره يا راجل مين ده؟ تمام يا مان وجات له على يمينه لكن تطلع ضربه جت على يمينه. راح معاه جاي معاه ثابت، ما راحش يضحك عليه كده. تفرق في ايه يعني؟ لا تفرق. ده ليه علاقه ببيراميدز وصرفها ولا المنافسه؟ الفرقه بتاعت بيراميدز لو راح معاه كده وراح في البايباك كان هتشوف مستريح. فرقه بيراميدز زمان دي فرقه جامده في الوقت الحالي، قبل كده كان اخذين فيها مقلب جامده، كانت اللعيبه بتروح عشان فلوس، بتروح بس تاخد منها فلوس وبتلعب. بلد دلوقتي عايز تلعب بقى، في حامل ان انا عايز اللعيبه كويس ويلا العبوا، عايزين حاجه كويس جميل. سنه بدل ما جم وقفوا مع الاهلي اما جاي لعبناهم وقعد يقول لك اجمل فرقه، اما جاي لعبناهم غلبناهم راح جاي. احنا السنه دي عندنا مشاكل فنيه، اللعيبه فعلا اتباعت كتير او كده في المباراه، في مشاكل
لا لا ما حته مفيش، لا في مشاكل ومشاكل جامده. الفرقه نفسها مش لاقي المدافع عبد المنعم، انت طلعته مش عارف تعوض مكانه، حتى اشرف داري اللي جه مكانه تعالى. طلع عبد المنعم طيب عمل ايه بالفلوس؟ ما هو جبنا اشرف داري، اشرف داري مصاب، جبنا عطيه الله مصاب، المشكله دلوقتي في حاجه ماليه. وسام مصاب. طب يعني انت عليكم ند في فاول فور ايه؟ يا عم، خبط الكوع اقسم بالله. شوف امام عمل تمريرتين ازاي، تمريرتين واحده من لمسه واحده. هي الكوره حكم اقسم بالله حكام. كريم اتخبط في الكره اللي فاتت، هي دي الهوبه دي اماراتيه يا اسطى، بيراميدز فريق اتصرف عليه من الامارات، العمله الصعبه شغاله، بيعرف يصرف. هو اللي بينزل، هو اللي بيلمس. انت عارف هم اهو بص بقى على الكوره، مش عند اي حد دي يا جماعه. الكوع ده ايه؟ الكوع ده ايه؟ مش طرد، هات فار يرجعه. لكن فاكر حاجه، اضغطوا عليه يا لعيبه، يا لعيبه اصنام. ايه؟ جميل، الله الله حلو. يعني حطها حلو ده احسن من راس الحرب. لصالح نادي بيراميدز. اهو شفت بقى؟ لا ولا الشناوي بيطلعها بعد ما دخل وما حسبش فاول ولا الفار رجعه، الراجل حاطط كوعه في وش لاعب. وفي بر. في فار، المفروض في فار. هو اللي جاب جول على لو جدع يرجعه للفار. هو لا ولا لعيبه الاهلي تقول له، طب لعيبه الاهلي تقول له هتشوف البار. بص الراجل التاني تاني يعمل له كده ما انا اللي بشرته. اه بتكتب باسم. اهو اهو. مثلا لو الكوره ما تعديش، انا شايفه ان هو بيعدي والله العظيم، انا بقول الحقيقه. في كوره ثانيه اتعملت في اكرم قلت له مش فاول باين. بص يا فتحي ركز عليها كده، هو بيحوشه برضه يعني. مش على الوش، حط كده في وش واحد، وش واحد من فوق ممكن من هنا تمسك وبعدين دي الفاول. دي الفاول ده يبرروا اللمسه. يعني لو النصيه تقول لي هو بيعدي، لا انا بقول لك هي تستاهل انذار. انذار يرتقي الطرد لانه حاطط كوع، لكن فيها انذار. ويرجع للفار. ترتقي الطرد. بقول له هديك فلوس بس. ما كانش حاسبها فاول كمان، لو ما كانش حاسبها فاول. بص الحته دي بقى من الجنب، لا مش عايز من قدام. بص دخل بجسمه ماشي وكوعه وبص فوق في العالي. انت بتمنعه ان هو الكوع لعيب ممنوع. غبي، لعيب غبي. انت لما تضرب واحد كده ويقع في الارض. طب انا اقول لك على حاجه، انت المفروض في انذار لعلي جبر. حكم هو داخل بيقول له تاني، هو كل ماتش قدام الاهلي تاني، يعني معناه ان انت بتجامل الاهلي دي النمره، مع ان هو اصلا ما حسبهاش في ارض الملعب الحكم نفسه. ثانيا اكرم توفيق اسمه ايه؟ احمد توفيق، لعيب غشيم معروف من يوم، نعمل له احنا. كان بيلعب في الزمالك. اتطرد قبل كده قدامنا في ماتش، واتطرد الفرق كتير. هو غشيم بيخبط ويخبط، هو لعبه كده اصلا، ما عندوش اي فنات الكوره غير ان هو بيخبط. شفت لكم في روح رياضيه في ارض الملعب. زي ايه ده، هو عشان اخوه مش راضي يغلط الوقت. طب اقسم بالله لو اكرم مش في الاهلي، لا احمد توفيق ده كان جرى في الملعب شمال ويمين، وحد عرف يطلعه من الملعب اللي بعد بس حوالي 6 7 8 دقايق، ويشدوا فيه ويجرجروا فيه ويسبوا، وكان هيشتم في اللعيبه. لو ان اخوه في الملعب هو ما رضاش يزودها عشان اخوه ايه زمايله دول كده وفرقنا معاه. الواحد بيكره اللعيب اللي قليل الادب مهما يكون، حتى لو عنده حرفنة الدنيا، طالما لعيب قليل الادب الواحد ما يحبوش. هو ما عملش حاجه، هو ما عملش حاجه الولد بعد الطرد، بس انا بقول لك ان هو هدى عشان اخوه، واللي اللعيبه اللي حواليه زمايل اخوه، فايه خلاص يعني. كان الاشاره اهو، جلاد الشار السلوفيني ده الصفقه الجديده، مرموش بتاعنا بس مش لاقيين هالاند. الله يخرب بيوتكم، لسه جايبينه امبارح. يا جدعان حرام عليكم تطلع من 4 لعيبه وتطلع. ارمى انا متضايق يا ابن العبيطه. بص يعني بص. يلعبوا الضباع. حلوه التمرين ولا الدبيسه. بص العب ابيض، استر يا رب، استر يا رب. العب انا جول يا كوره قتله، معلش كوره قتله تتعور يخرب بيتك يا رب، يا رب. لا ما تشوفه، لا ما تشوفه عادل يا كريم. عايز يكسب. اول لما الفريق اللي قدام ادي الوقت يستنى مكانه يلعبها 3 لاكرم توفيق، طريقه من اكرم يا اكرم يا خمي، يجيبوا جول، هيجي كده يجيبوا جول. بص ده العب انا. ايوه انا بجري يا راجل. بفضل الله. يلا يا عم هاني. يلا يا جدعان يا عم اهو هناك.
يا عم الحكم ماسكه، هو هيلعب ازاي؟ تشكيل ترجع لرامي. حكم بقى يتنيه يقعد بقى ما يديهاش ولا فاول، اكراما لام الطرد ده. بالسلامة. خلاص هيصفر الحكم. عدوا السبع دقايق. عدى بص بدل من ضائع. حسام شحاته الحكم هيبدا ايه بقى؟ ان انا طردت واحد من هنا واصلا ما كانش عايز يطرده، ده الفار اللي رجعه. حكم الفار اللي شافها وصفى خلاص. حكم اللقاء محمود البنا. تغير بين الشوطين يا عم كولر. 40 دقيقة زائد 7 دقائق من مباراة القمة لهذا الأسبوع العاشر ما بين بيراميدز والأهلي. تقدم اقسم بالله في بتاع فاولين قبليها، قبل الفاول اللي هو بتاع الكوره ده برضه فاولات جامده، شال الدقيقه. فاولات جامده ما حسبش. واحد بعد ال 18. هم بيعتمدوا على الخشونه في انهم يقطعوا الكوره. الحكم لو نجم الولد ده اللي هو الكارت كان المفروض ياخد انذار، شد الولد امام عاشور واحده جايه، شد امام عاشور قال له انذار، حسب فاول ما حسبلوش الانذار، مع ان الانذار ده يلجمك يعرفك انك تبقى قلقان. قعدوا شغالين كده معانا واحنا بنلعب بتسع لعيبه كلهم يعني يعتبروا ان هم مش مهاجمين، مفيش غير الشحات هو اللي بناء راس حربه امام عاشور، هو مش راس حربه، ممتع للغاية. والدبيز بيلعب وينج شمال، هو مش وينج. ولكن لازم محتاج القفشه ومحتاج جراديشار. يتقدم لبيراميدز عن طريق دي فرقه قدامك ناقصه. 18